السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم حبابي؟ شكون فيكم اللي دار بلا على هذه العشبة الخضراء اللي كتسمى المريوت؟ غير القهوة والشاي، هذه العشبة اللي كانت جدتنا دايما كيوصيوا بيها. هذا النهار غادي نتعرفوا على واحد الكنز من كنوز الطبيعة المغربية، عشبة المريوت اللي ممكن تكون عندكم فدار وما كتعرفوش قيمتها. غادي نعرفوكم بزاف على أسرارها، فوائدها، واللي كيفاش تقدروا تستعملوها في الحياة ديالكم. ما تنساوش تديروا لايك واشتراك لقناة باش يوصلكم كل جديد. المريوت اللي سموها في العلم هي عشبة صغيرة جاي من فميلة النعناع. هذه العشبة عندها تاريخ طويل وعريق، وكتعتبر من بين الأعشاب اللي عندها استعمالات متعددة. شكلها وريقات صغار خضرا، وعندها ريحة قوية بزاف، كتشبه للزعتر شوية لكن طعمها مر كزيادة. هذه الريحة القوية هي اللي كتميزها وكتخليها محبوبة عند الناس. هذه العشبة معروفة من قديم الزمان، وكانت كتستعمل فبزاف ديال الحضارات القديمة، بحال الحضارة المصرية واليونانية والرومانية. كانوا الناس كيستعملوها في العلاج والطهي وحتى في العطور. فالمغرب كتزرع في جبال الأطلس، وكثيرة اللي كيجمعوها وفي السوق التقليدية. هذه الأسواق كتكون عامرة بالناس اللي كيقلبوا على الأعشاب الطبيعية. كاين اللي كيستعملها طرية، وكاين اللي كيجففها باش تبقى عنده طول العام. الناس كيستعملوها في الشاي وحتى في الأكل باش يعطيه نكهة مميزة. المريوت عندها واحد الريحة منعشة وقوية بزاف، وهي اللي كتعطيها هاديك الخصوصية ديالها. هاد الريحة كتخليها مفضلة عند الناس اللي كيبغيوا الأعشاب العطرية. ومن بين الحوايج اللي كتخلي المريوت مميزة هي إن عندها بزاف ديال الفوائد الصحية، وهاد شي اللي غادي نشوفوه في الفقرة الجاية. هاد الفوائد كتخليها عشبة مهمة في العلاج الطبيعي. قالوا قديما العشبة اللي ما عندها حتى اسم عندها 1000 فايدة، وفعلا المريوت هي واحدة من هذه الأعشاب اللي عندها فوائد لا تعد ولا تحصى. وهذه المرة المروية عندها بزاف. هذه العشبة العجيبة كتستعمل في مجالات مختلفة، وكتقدم فوائد صحية متنوعة. 1. لمعدة المريوت كتساعد على الهضم وكتقلل الغازات، خصوصا بعد ما ناكل شي حاجة ثقيلة بحال الكسكس أو اللحم، وكتحسن من عملية الامتصاص ديال المواد الغذائية. 2. للبرد، لو عندك سعال أو رشح، شاي المريوت دافي كيدفيك من جوا، وكيساعدك باش تتنفس مزيان، وكيساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق. 3. مسكنة طبيعية، فيها مواد مضادة للالتهاب، وهادشي كيخليها كتفيد الناس اللي عندهم ألم في المفاصل، بحال اللي كيعانيوا من الروماتيزم، وكتساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة. 4. لأعصاب، ريحة المريوت كتخفف التوتر وكتريح الأعصاب، وهادشي كيساعد على النوم، وكتساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق. 5. للبشرة، لو درتي مغسول بمرقة المريوت كتنقي البشرة من الحبوب وكتعطيها نضارة، وكتساعد على تقليل الالتهابات وتحسين مظهر البشرة. وما زال كاينين بزاف ديال الفوائد الصحية لعشبة المريوت، ولكن هادشي كيبقى غير جزء صغير من أسرار هذه العشبة المعجزة. استعملوها واكتشفوا الفوائد بأنفسكم. Chapter 3. الجدات ديالنا كنقولوا اللي ما يعرفش المروية ما يعرفش الطبابة. وهذه الحكمة القديمة كتعكس أهمية هذه العشبة في حياتنا اليومية، وهذا شي حقيقي، حيث المريوت عندها بزاف ديال الاستعمالات التقليدية. من بين هذه الاستعمالات كاين اللي كيعتمد عليها في العلاج والوقاية من الأمراض. باش تحضري شاي المريوت، غلي قبضة من العشبة في الماء وخليها تغلي مزيان باش تستافدي من جميع الفوائد ديالها، ومن بعد صفيها وسكرها بالعسل. هذا الشاي معروف بقدرته على تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم. كاين اللي كينشف المريوت وكيطحنها مع الفحيص والزعتر باش يحضر بيها واحد التتبيلة زوينة للخبز أو السلطة. هذه التتبيلة كتضيف نكهة خاصة وفوائد صحية.
لو عندك انسداد في الأنف، بخار المريوت كي يساعدك باش تتنفس مزيان وكي يخلصك من هذا المشكل في دقايق. هذه الطريقة فعالة بزاف وكتعطي نتائج سريعة. تقدري تحضري كمادات المريوت لعلاج الحروق البسيطة ولدغات الحشرات. هذه الكمادات كتهدئ الألم وكتسرع عملية الشفاء. زيت المريوت معروف بفوائده للبشرة والشعر وكيساعد على ترطيب البشرة وعلاج تساقط الشعر. كيمكنك تستعمليه كجزء من روتين العناية بالبشرة والشعر ديالك، وهذا شي غير جزء صغير من الاستعمالات التقليدية لعشبة المريوت اللي كتشهد على قيمة هذا الكنز الطبيعي. المريوت كتمثل جزء من التراث المغربي وكتعكس الحكمة ديال الأجيال السابقة. Chapter 4. بالله عليكم، المريوت مفيدة لكن خصنا نستعملوها بعقلانية. الاستعمال اليومي المفرط للمريوت ممكن يسبب أضرار بحال الصداع والغثيان. لازم يستشيروا الطبيب ديالهم قبل ما يشربوا المريوت، حيث ممكن تؤثر على صحة الجنين أو الرضيع. ممكن المريوت تسبب لهم طفح جلدي، حيث هي من نفس العائلة ديال النعناع، ما خصهمش يشربوا المريوت حيث ممكن تؤثر على صحتهم. وبشكل عام قبل ما تستعملوا أي عشبة من الأحسن تستشيروا طبيب أو مختص في الأعشاب باش تتأكدوا منها مناسبة لحالتكم الصحية. هكذا تكون العشبة الصغيرة تحمل أسرار كبيرة. المريوت عشبة معجزة وكنصحكم تجربوها وتستافدوا من فوائدها الصحية. قولوا لنا في التعاليق شنو اللي حسيتوا بيه من بعد ما جربتوا المريوت، وشنو هي الوصفات اللي كتعرفوا بيها. ولا تنساو تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.